أهلا وسهلا فيكم بمطبخ هنوتي. اليوم رح نحضر مع بعض طريقة المعمول بجبن على طريقة والدتي، الله يطول لي بعمرها يا رب، ويطول بعمر جميع أمهات المسلمين يا رب. مكونات: نص كيلو من السمنة، ملعقتين كبار من ماء الزهر، ملعقة كبيرة من المحلب. عندي هون حاستعمل المسكة، بجيبهم هيك أنا حابه، هلأ بنعمل مع بعض إن شاء الله. عندي هون كاسين من الطحين، كاسة سكر، كاسة مي باردة. عندي هون كيلو من الجبنة محلات، هي حلوة ان شاء الله. بالفيديوهات الجاية فرجيكم طريقة تحضيرها، هي انا عاملتها على ايدي. وعندي هون كيلو سميد ناعم، وممكن تستعملوا كمان سميد الفرخة بصير. هلا انا هون حشيل من كيلو السميد كاستين منهم، وضيف بدالهم كاستين الطحين. هلا اول خطوة رح اعملها، حضيف كاستين الطحين فوق السميد والسمنة وخلطهم مع بعض. هلا هيك بعد ما خلطتهم كتير منيح مع السمنة، هلا حنخلفهم بالستريتش وحطهم بالبراد. لازم نتركهم تقريبا مدة ساعتين ونص 3 لحتى يختمروا معنا. بعد منها ننتقل للمرحلة اللي بعدها ان شاء الله. هلا هون بعد مرور ساعتين من الوقت شلتهم من البراد. هلا بجاز تاني حضيف السكر والمي، كل المكونات ضيفها مع بعضها وخلطها. ماء الزهر، هلا حفرجيكم كيف هدول رح نعمل. هلا بنجيبهم هيك، نحطهم بالمعلقة، بنجيب معلقة تانية بنضغطها هيك بنعمل بهيدا الشكل. هلا بعد ما خلطتهم كتير منيح مع بعض، هلا حضيفهم فوق السميد وخلط. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تاكلوها، ما تفكروا كمية المي كتير. هلا ان شاء الله الطحينة بيمتصها كلياتها، وحبة السميد حتفتح معنا.
هلا حنخلطهم بس تخليط، بدنا نحاول ما كتير نعجنهم. هلا هيك بعد ما حركتهم منيح مع بعض، شوفوا حتى اصلا المي امتصت فورا، راحت. هلا بهي المرحله حاتركهم بالبراد يختمروا معي كمان تقريبا مده ساعه ونص. هلا هون بعد مرور ساعه ونص من الوقت. هلا اول خطوه قبل ما بلش جيب العجينه، حجيب الجبنه واخذ منها وفرطها تفريط هون بالطبق هيدا اللي عندي مشان ما تعذبني بالتشكيل. هلا انا هون اخذت كميه من العجينه اللي عندي. هلا بس حابه قبل ما بلش اوضح خطوه، انه الجبنه ضروري كتير كتير تكون معصوره منيح من المي، ما بدنا يكون فيها مي ابدا. اول شي حرش شويه سميد او اللي بيتقلوا له طحين الفرخه. هلا طريقة فتحها مثل الكبة ممكن تكون انتو الطريقة اللي بتريحكم فيكم تعملوا هيك قرص يعني وتحشوها. هاي القطعة طلعت صغيرة معي شوي، حضيف فوقها. هاخد كمية من الجبنة. هلا حبلش سكرها بهيدا الشكل. طبعا لما بتشتغلوا بايدكم بيكون الشغل اريح، بس انا هلا حاليا عم اشتغل بالكف. بهيدا الشكل. طبعا كبر او صغره هيدا الشيء انتم بتقرروا. هلا انا مباشره رح احطه هون بصينيه الفرن، وما في داعي ندهن شيء ابدا لان هي اساسا العجينه عندي فيها سمنه. هلا هيك صاروا جاهزين معي بعد ما خلصتهم كل الكمية. طبعا الكمية اسا في قدهم كمان مرة العجينة مشان تعرفوا قد ايه بتطلع كم قطعة. هون عندي 11 قطعة اسا في قدهم. هلا هيك صاروا جاهزين للفرن. انا طبعا محماية الفرن مسبقا على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت، محمايته قبل 15 دقيقة. في حال ما كنتوا حابين تعملوهم فورا ممكن تحطوهم بالمبرد
بالثلاجة بصير، يعني بتعملوهم وقت اللي بتحبوا، ممكن تاني يوم ثالث يوم، ممكن بعد شهر كمان بصير. وهي النتيجة النهائية لمعمول الجبن، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. بتمنى إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بقناتي والضغط على اللايك، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد فضلا وليس أمرا.